يا خاتم القرآن، لو لم يؤثر القرآن فيك في هذه المواقف فأنت ما فهمتش قرآن. ازاي يا جماعة؟ ازاي ازاي واحنا بنقرأ قرآن ازاي قلوبنا لغاية دلوقتي متكل على الأسباب؟ ازاي متكل على الأسباب؟ يعني طول ما أنا معايا أسباب قلبي مطمن، أول ما أفقد الأسباب أتوتر. قول ده بقى في أي حاجة، يعني معايا فلوس مطمن، الدنيا مالت بيا اتوترت. ما هو انت كده قلبك مش معتمد على ربنا. ما تضحكش على نفسك، والله لو دقنك قد كده، لو نقابك مش مبين منك عينيكي حتى، انت مش عارف عقيده، انت صفر في الاعتقاد كده، صفر. ما هي دي الاختبارات اللي بتبين، هو ده اللي هتاخد عليه الدرجه، مش امتحان في معهد. مش امتحان في معهد فانا واخد الدرجه النهائيه في امتحان العقيده اخر السنه في التوحيد. انت ما تعرفش حاجه في التوحيد، ما تعرفش حاجه، انت نتيجتك صفر في امتحان التوحيد. هي دي الامتحانات، مش امتحانات اخر السنه، لا في الازهر ولا في المعهد ولا في الاكاديميه الاونلاين ولا في اي حاجه. هي دي الامتحانات اللي بتاخد عليها درجتك يوم القيامه. وقل مثل ذلك في اي سبب بقى قلبك بيعتمد عليه. رايح مقابله في شركه، فليا واسطه في الشركه مدير الشركه، رايح وانت ايه بطنك بطيخه صيفي، مش كده؟ قربت من الشركه، عاوز بقى تقول له ان انا داخل عليك، بتكلمه تليفونه غير متاح مقفول، بتكلمه لقيت مراته بترد عليك، ابنه بيرد عليك، بابا مات النهارده الصبح. حصل ايه في قلبك وقتها؟ طبعا ما زعلتش على مدير الشركه، انت ايه، انت قلقت بقى واسطتي راحت. بتكلمه ده انا النهارده اقلت من الشركه وحد تاني مسك. حصل ايه في قلبك؟ هو ده، هي دي الامتحانات. ففكر نفسك على طول بالقصص اللي القرآن مليان بيها، في فكرة ان حاجة تحصل من غير سبب، وحاجة أسبابها موجودة وما تحصلش. يا خاتم القرآن أو يا قارئ القرآن، لو لم يؤثر القرآن فيك في هذه المواقف فأنت ما فهمتش قرآن وما فهمتش رسائل الرب سبحانه وتعالى لك.